طيب لو انت كنت بتتابع كورة فانت اكيد سمعت الجملة دي قبل كده. بتمشي بمبدأ اللي بتكسبه العبه. ولو انت مالكش في الكورة فاسمع اللي جاية دي. يطلع من دار ويتقل من الارض من الاخر. وعشان كده انا قررت بعد نجاح السلاسل اللي فاتت وده واضح جدا من المشاهدات ان ارجع لسلسلة التريكات من تاني، بس المرة دي مش هتبقى زي اي تريكات قبل كده، وده علشان احنا هنتكلم عن تريكات هتساعدك تسوق للمنتج او البراند بتاعك. لا ومش كده وبس، ده انت كمان هتعمل كل ده وبشكل مجاني تماما. فمن غير ما نضيع وقت كتير يلا نبدأ في الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. عمرك تخيلت انك ممكن تخلي رونالدو هو اللي يسوق للمنتج بتاعك؟ فلو عايز تعرف تعمل كده ازاي كمل للآخر. أول حاجة هتفتح موقع توب فيو وتختار برودكت اني شوت، وفي المكان ده هتحط صورة الموديل اللي هو هيكون معانا كريستيانو رونالدو، وهنا هتحط صورة المنتج بتاعك، ومن هنا هنظبط حجم البراش عشان نستخدمها في تحديد الجزء اللي عايزين نبدله من الصورة. وهتلاقي عندك أداة الإريسر عشان تحذف بيها الأجزاء اللي خرجت منك في التحديد، وبعد ما تخلص هتدوس على جنريت من هنا وتستنى عليها شوية لحد ما تخلص تحميل، وده هيكون الشكل في الآخر. وطبعا هتلاقي شوية مشاكل تقدر نظبطها بسهولة على فوتوشوب. في التركية دي هتعرف ازاي تسرق قصدي تعمل زي التصميم ده من غير ما تفتح فوتوشوب وفي أقل من دقيقتين كمان، فكمل الآخر عشان تعرف تعمل كده ازاي. أنا مثلا هنا عايز أبدل صورة المنتج ده بمنتج ما يكونش مقاطعة، فروحت على جوجل وجبت صورة بيك شيبس. بعد كده هتروح على موقع اسمه صورة دوت اي اي، ومن هنا هترفع له صورة الديزاين اللي عايز تعمل شبهه وصورة بيك شيبس. وهنا انا بدأت اكتب له ان عايز ابدل البرودكت اللي في الصورة وفي نفس الوقت احافظ على اللوجو والكتابة بتاعت بيك شيبس، ودي كانت النتائج اللي طلعها معايا. طبعا في لسه شوية مشاكل في الكتابة واللوجو، فتعالى اقولك هنحلها ازاي. هنروح على موقع توب فيو تاني ونختار برودكت اني شوت، وهنا هنحط صورة الديزاين وهنا هنحط صورة بيك شيبس. هتبدأ تحدد الجزء بتاع اللوجو والكتابة عشان يبدأ انه يبدله باللي في المنتج الاصلي، ودي كده هتكون النتيجة معانا في الاخر. اكيد انت شفت ستايل الفيديوهات ده قبل كده، واللي ممكن من خلاله تخلي اي شخصية مشهورة هي اللي تسوق للمنتج بتاعك. اول حاجة هتروح على شات جي بي تي وترفع له صورة الشخص اللي عايز تعمله انيميشن، وهتطلب منه انه يحول الصورة لستايل اسمه بيكسار ارت ستايل، وده هيكون الشكل اللي هيظهر معاك في الاخر. هتروح دلوقتي على موقع اسمه هيدرا وتختار من هنا مقاس الفيديو اللي يعجبك، ومن هنا هترفع له الاوديو، وهنا هنرفع له الصورة اللي احنا عملناها، وبعد ما نخلص هندوس على السهم ده. ما تصعبهاش علي. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. ما أقدرش أسيبك. اكيد كلنا زهقنا من ستايلات الكتابة التقليدية، عشان كده لازم يكون ليك ستايل مميز وخاص بيك في الكتابة. وعشان تعمل ده هنروح على موقع فريبيك ونبدأ نكتب في السيرش 3D text effect، وتبدأ تقلب لحد ما توصل للستايل اللي انت محتاجه وبتحمله من هنا. هنفتحه دلوقتي على إليستريتور وهتعمل لاير جديدة من هنا، وتبدأ تكتب فيها التكست بتاعك بأي فونت يعجبك، وتبدأ من هنا تقف على اللاير اللي فيها التأثير، وانت مثبت ايدك على زرار الالت هتبدأ تسحب التأثير لحد اللاير اللي فيها التكست، وهتلاقيها اتطبقت معاك بكل سهولة. وتقدر كمان انك تعدل عليها في اي وقت بالشكل ده. والتركية الأخيرة معانا هتكون عبارة عن موقع للموك اب، يعتبر كنز بجد لأي مصمم جرافيك، واسمه freemockup.co. الموقع ده هتلاقي عليه كل الموك ابس اللي انت محتاجها واللي انت مش محتاجها كمان، والأهم من كل ده انه مجاني بالكامل. خلينا مثلا ناخد الموك اب ده ونعمله تحميل من فري داونلود من هنا، وهيفتح معانا على فوتوشوب بالشكل ده. هنبدأ ندور على اللاير المكتوب عليها موك اب، وبعد كده هتدوس عليها دبل كليك من هنا،
وهنلاقيها فتحت معانا بالشكل ده. هنضيف دلوقتي في المكان ده صورة الديزاين بتاعنا، وممكن نتصرف في الأجزاء الزيادة دي عن طريق إن احنا نعمل solid color بنفس اللون، أو ممكن إن احنا نغمقه شوية. وبعد ما نخلص هندوس على كنترول ومعاه حرف الاس، ونرجع تاني هنلاقيها اتطبقت معانا بكل سهولة. وبكده نكون قلنا كل التريكات اللي هتساعدك توصل بالمنتج بتاعك لكل شخص. وياريت تقولولنا في الكومنتات لو عايزين جزء تاني، وهتلاقي كمان كل لينكات المواقع اللي اتكلمنا عليها موجودة في الديسكريبشن. وبس كده، ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.